سنة وانتوا طيبين وفي العيد متهنيين. ويلا بينا بقى نشوف انا قضيت اول يوم ازاي، وانتوا احكوا لي كمان انتوا قضيتوا اول يوم العيد ازاي. انا اول حاجة عملتها رحت صليت انا والجماعة عندي العيلة بتاعتي، وبعد ما صلينا طبعا اتمشينا شوية ورحنا اتصورنا شوية. انا ماليش في التصوير قوي بتاع اول يوم العيد، بس مرضتش ازعلهم، رحت معاهم واتصورنا بقى وفرفشنا شوية، وبعد كده روحنا. كنت مقررة ان انا اريح شوية، بس الحقيقة كنت جعت وكان في رنجة والحاجات دي ما ينفعش نضيعها، فقررت ان انا هفطر رنجة. انا السنة دي عرفت ليه الناس بيجي لها تلبك معوي وليه دايما بطنها بتوجعها يوم العيد، لان احنا بنبقى طالعين من صيام وبطننا بتبقى مرتاحة طول اليوم في رمضان، وبتبقى ما بينزل لهاش حاجات كده كتير، بس احنا نيجي في رمضان بنبقى مريحين بطننا، بعد رمضان على طول في اول يوم العيد بنبوظ الدنيا خالص. فعلشان كده عرفت ليه الناس بتتعب اول يوم. رحت على طول على الرنجة. الكلام ده كان بعد الصلاة على طول، ما قدرتش استحمل، فيلا بينا بقى ندوق الرنجة ونشوف طعمها ايه. انا عادة على فكرة بعمل الرنجة بتاعتي مشوية على البوتاجاز، بس مرات اخويا هي اللي عملت لي الرنجة السنة دي وعملتها لي سلطة، بس الحقيقة عجبتني جدا. في العادي انا ما كنتش باكلها كده، كنت لازم اعرضها للحرارة، بس هي قالت لي اجرب كده وعجبتني جدا جدا. فيلا بينا بقى نعمل الطبق بتاعنا اللي هنفطر بيه، ويلا بينا ندوق مع بعض. وعادة انا مش بحب الحاجات اللي بتبقى في الرنجة اللي هي البطروخ والكلام ده كله، انا بحب الجزء الناعم قوي، الجزء المفضل بالنسبه لي في الرنجه كلها، فانا باخد بتاعتهم كلهم. اي حد بتطلع له في الرنجايه بتاعته الجزء ده فانا باخده على طول لاني بحبه جدا. يلا بينا بقى ندوق الرنجه بتاعتنا علشان نكمل بقيه يومنا، لان عندنا يوم طويل وعندنا شغل برضو هاخدكم معايا في الشغل. طبعا انا نزلت لكم الفيديو بعد ما العيد خلص او ثالث يوم العيد، بس علشان انا كنت واخده اجازه عشان ارجع لكم بكامل طاقتي وبكامل حماسي، ونرجع تاني بقى للفيديوهات التحفيزيه بتاعتنا وللايجابيه والطاقه الجميله بتاعتنا زي الاول. خدنا اجازه وارتحنا واتبسطنا، يلا بينا بقى نرجع متحمسين وجاهزين ولا لا؟ لو انتوا ولا متحمسين ولا جاهزين فانا هحمسكم واجهزكم ان شاء الله الفتره الجايه. قولوا لي بقى انتوا كلتوا ايه في العيد؟ انا هروح بقى اكمل اكل ونرجع بقى نشوف بقيه يومنا انظم. يلا بينا. جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا ابني، كده ضربه في عميقك. بصي كده. حلو قوي. قولي لو في اي تعديل عايزه تعمليه نزلي بس كده، شيل ايه الاضاءه والكاميرا. حلو قوي. والالوان تحفه، انت زي ما انت بس باين لك الجمال اللي عندك، صح؟ انا بحب كده قوي. صح، حلوه قوي ما شاء الله عليها. حلوه قوي. لو عايزه تغيري حاجه انا ما عنديش اي مشكله خالص. حلوه قوي. انا عاجبني اصلا الوان البينك عليها، هي فرقت معايا. كان اختيار موفق ان هي اختارت اللون ده. تمام. حلوه قوي. الروج نخليه مات كده ولا عايزاه جلاس؟ رايي جلاس احسن. اوكي ماشي، هي هتزود بقى دلوقتي طالما عجبها هتزود. ماشي جلاس احسن برضه. اوكي حلو قوي. حلو، نثبت على كده. اوكي. انا ماشيه معايا حته العين، هي حلو ما شاء الله. جيب مي 5 بقى. جميل ما شاء الله عليكي. نظبط بقى وبعد كده ايه. جميله خالص. باي.